مرحبا بكم في قناتكم ريد سبور الرياضية، جميع الأخبار الحصرية للكرة القدم المستديرة. لنبدأ على بركة الله. قبل يوم واحد من أولى مواجهاته في منافسات كأس إفريقيا للأمم، عقد الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية بمدينة سان بيدرو بالكوت ديفوار للإجابة على تساؤلات الصحفيين حول وضعية المنتخب الوطني وآخر استعداداته. وشدد الركراكي في الندورة الصحفية على ضرورة جاهزية لاعبي المنتخب بنسبة 100% في مواجهة المنتخب التنزاني، كما أكد على أن المباراة الأولى مهمة للغاية من أجل كسب الثقة، مبرزاً أنها ستكون مختلفة عن المباراة الأخيرة التي لعبها المنتخب الوطني ضد الخصم نفسه في نوفمبر الماضي بدار السلام برسم تصفيات مونديال 2029، لكونها تشكل تحدياً جديداً بالنسبة للمنتخب التنزاني. رداً على تصريحات مدرب تنزانيا عادل عمروش، انتقد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا التصريحات التي أدلى بها المدرب الجزائري التنزاني. وقال والاس كاريا في تصريحات نقلتها مواقع تنزانية وتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، قال إنه لا يؤيد تصريح المدرب عادل عمروش، وأضاف أنه غير راض عن التصريحات بشكل قاطع، وأنه نحترم جهود المغرب في تطوير كرة القدم، مؤكداً أنه سيرى ما يجب فعله حيال تصريح المدرب الذي وصفه رئيس الاتحاد التنزاني بالمستفز والمتهور. منيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا بهدف دون رد على ملعب أمادو جون كوليبالي كورهوغو الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج. وترجمت ناميبيا أفضليتها الكبيرة خلال شوطي اللقاء بهدف متأخر سجله لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ديون هوتو 99، محققاً الفوز الأول للمنتخب المعروف باسم المحاربون الشجعان.